السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منوعات من هوبة. النهاردة ان شاء الله مرات اخويا هتعمل لكم طريقة عمل الرز المعمر بطريقة سهلة وجميلة جدا. اول حاجة احنا معانا كيلو من اللبن، ومعانا قشطة، ومقدار نص كيلو من الرز، ومعانا سمنة بلدي وملح. هنبتدي ببركة بسم الله. اول حاجة هنعمل ايه؟ هنحط سنة صغيرة من الملح، وانزل بالقشطه. معلش انت اللي هتحطي القشطه بالشكل ده كده، وبنقلبهم في بعض. بعد كده بننزل بسمنه بلدي، المقدار قد ايه كده؟ يعني معلقتين 3 معالق كده سمنه بلدي. بعد كده هننزل باللبن، وبعد كده هتنزل معاكم باللبن. طريقته سهله جميله وما فيهاش اي بتاع ده مشكله. اللبن لازم يبقى فيه زياده علشان يبقى طري. سامعينها؟ اهم حاجه ان اللبن يكون زياده عشان يبقى طري معانا بالشكل ده. وهندخله الفرن. وهنا كده شكل الرز بعد ما طلع بالشكل ده.